الطبيعي جدا ان تذهب الكاميرات الوطنيه الى المكان الذي يقتل فيه المصريين وتصور الاحياء فيهم وتسالهم. ما بيعرفوش يوصلوا يا معلم. لماذا؟ هات بكره انا توصلنا للي قتلوا. حضرتك بتقول انا ما عرفتش مين قتل. انا نوصلك الى اي مكان تبي. انت تبي تصل الى 1,600,000. انا هناخدك. حضرتك بتنكر انه في قتل اساسا وبتقول لي ما عرفتش قتل مين اللي قتل. في قتل يحدث. شوف لي اكثر من 7 اللي تحدثت عليهم في حادثه فاجعه كانت حديث الدنيا كلها. اما خلاف ذلك هناك قتل يحدث ليس على الهويه. ليبيون يموتون هناك منذ ايام. اما ان تقول لا وين دخلت؟ شوف عندي منظمه امريكيه. اين الصاعقه المصريه تدخلت؟ في قوات شرطه دخلت الى ليبيا. هذا كلام غير صحيح. اذا كان هذا كلام غير صحيح. طيارات نزلت خدت ناس منهم ابو انس. وفي طيارات نزلت خدت الامريكان نزلوا خدوا ابو انس. انت الان تتحدث على صاعقه مصريه ذهبت الى ليبيا. هذا كلام غير صحيح لم يحدث. خلاص انا مسؤول عن كلام بس هذا كلام غير صحيح. 23 منظمه امريكيه ادانت مقتل المصريين. حتى الامريكان بيدينوا. صحح ان تتحدث على قوات مصريه دخلت الى ليبيا. هذا كلام غير صحيح. خلاص انا وانا سفير دوله ليبيا مسؤول عن الكلام. انا بامن على كلامك خلاص. بس انا عايز فضلا عن ذلك يصير ارجع لك والله يا معلم. انا هذه الليله جئت هنا لكي ادافع عن هذه العلاقات. انا بقول لك اللي منشور لا لكي اسمع هذا الاتهام. انا بقول لك اللي منشور قدامي. ليبيا لا تسمع صوت الناس. ليبيا اللي ضحايا وصوت اسرهم. النهارده حتى الجنازه التي تم تشييع المواطن المصري في المنيا. وانا صوت الشعب الليبي الذي له تاريخ طويل من العلاقات المصريه. ونرفض تماما ان يعذبوا ولا ان يقتلوا المصريين. والواقع المصري الموجود في مصر يؤيد كلامي. طيب لو حدث ذلك لكنا شفنا الالاف زرفات. انا يوميا تعال السفاره الليبيه قف امام السفاره الليبيه لتشاهد الطوابير. انتقل للدكتور ماجد. ادعوك غدا ان تاتي بنفسك غدا. هل تعطيني عهدا امام المواطنين ان تاتي؟ لان هذا ضرب العلاقات. لا انا بنقل لك ناس ميته ودمها يوميا. انا اليوم انا اليوم في القسم القنصلي يتحدث معي الموظفين بان لدينا ضغط عالي. احنا ننجز في كل يوم في 400 فيزا يوميا. والناس رايحه والعدد يحتاج لليبيا وطن برضه. الذين يذهبوا بشر. الذين يذهبوا لا مواطنين اعزاء صحيح تدفعهم حاجتهم للبحث عن رزقهم العسير. لكن بكرامتهم لا يلاموا بكرامتهم ليسوا عبيدا. اروح لا ليسوا عبيدا. المصريين احرار. الدكتور ماجد الشربيني احد علمائنا ورئيس اكاديميه البحث العلمي. حضرتك في تعاون وفي مجال بيفتح للتعاون بين مصر وليبيا يعطي صورة مشرقة للمستقبل. حضرتك يعني هذا الجانب مهم نتكلم فيه زي ما اتكلمنا عن الجانب المأساوي في المصريين اللي يعذبوا أو بكذا. أرفض هذا الكلام. طيب أرفض. ماشي. وإذا كان أصريت أن هناك جانب مأساوي امال الدم ده معلش. انا ترفض ان تحمل الشعب الليبي. انا لا احمل الشعب. انا لا احمل الشعب. انا عايز تفسير. خلاص حضرتك حر. انما انا عندي ناس بتموت كل يوم في ليبيا. في مصريين بيمزق اجسادهم يا معالي السفير. غير صحيح. طيب حضرتك قول لي عبر عن وجهة نظرك. وانا قلت ذلك غير صحيح. انت كنت منتظر العلاقات الليبيه يا بيه لا انا ما فيش. مش برنامج بيقول الحقيقه هو اللي هيقطع العلاقات.